الراجل صحي من النوم مفزوع وقلبه بيدق زي الطبلة كأن عفريت حضر عليه. الكابوس كان مرعب بس الواقع طلع أمر وألعن. لقى نملة عملاقة حجمها مش طبيعي عمالة تنهش في صوابع رجليه، وبمجرد ما قدر يهشها ويبعدها عنه لقى المصيبة الأكبر. عنكبوت ضخم خارج بيزحف من وسط الضلمة وناوي على الشر. اللي بيحصل ده ما كانش فيلم خيال علمي ولا هلوسة، دي للأسف كانت الحقيقة المرة. الراجل ده جيسون جاله مرض غريب ونادر خلى جسمه يبدأ يكش ويصغر بشكل غامض لحد ما بقى حجمه أصغر من الحشرات. الحيوانات الأليفة اللي كانت زمان كيوت ومش بتأذي اتحولت في نظره لوحوش كاسرة وقتل محترفين. جيسون في الأصل كان عايش حياة جميلة، عنده أسرة سعيدة ومبسوط. الحكاية بدأت لما كان بيعوم لوحده في البحر وهو طافي على وش المية وباصص للسماء. لاحظ إن السحاب الأبيض بيلف وبيدور في شكل حلزوني غريب، وفي اللحظة دي حس بقرصة برد ورعشة رعب جت في قلبه. في اللحظة دي بالذات جيسون أدرك قد إيه هو كائن صغير ولا يذكر في الكون الواسع ده. ومن اليوم ده بالذات بدأ يلاحظ إن في حاجات بتتغير حواليه بالتدريج. في الأول حس إن دش الحمام بقى عالي جدا وكأنه طول لفوق، وقميصه اللي كان على سنجة 10 ومقاسه مظبوط بالملي فجأة بقى طويل وواسع عليه بشكل غريب. في البداية جيسون ما اديش للموضوع اهتمام كبير وما حطش في باله لحد ما عدى أسبوع واكتشف إنه مش عارف يلبس القميص ده أصلا من كتر ما بقى واسع عليه. وهنا الشك بدأ يلعب في عبه وحس إن في حاجة غلط بتحصل، فقرر يروح المستشفى فورا يطمن بشكل كامل على جسمه. وفعلا الصدمة كانت إنه طوله نزل من 180 سنتي ل 167. الدكتور حاول يطمنه وقال له إن ده شيء طبيعي جدا، العظم والعضلات بيحصل لها ضمور مع السن. بس جيسون ما كانش مقتنع بكلام الدكتور ده بربع جنيه. التفاصيل الصغيرة اللي بتقابله كل يوم في حياته كانت بتأكد له إنه بيقصر وبيصغر بسرعة جنونية. وبعد 20 يوم من حادثة السباحة دي الكارثة بانت أكتر لما دبلة الجواز بتاعته وقعت من صباعه فجأة وهو بيغسل إيده في الحوض. وقتها بس اتصدم لما وقف جنب مراته واكتشف إنه بقى أقصر منها بنص راس تقريبا. هنا جيسون أدرك إن الموضوع جد ومش هزار، وجري تاني على المستشفى يعمل فحوصات شاملة ودقيقة. والمفاجأة إن كل مؤشرات جسمه الحيوية كانت تمام وطبيعية جدا ما عدا طوله اللي وصل 165 ووزنه كمان نزل. الدكاترة وقفوا عاجزين قدام الحالة دي مش لاقيين أي سبب طبي، لأن أنسجة جسمه وأعضائه كانت بتصغر بتناسق وتناسب غريب، ودي حالة عمرهم ما شافوا زيها في كتب الطب. كلام الدكتور نزل على جيسون زي الصاعقة وخلاه يعيش في جحيم نفسي. في الأيام دي كان بيصحى كل يوم من كوابيس مرعبة وهو حاسس بوضوح إن جسمه عمال يكش وهو مش بإيده أي حاجة يعملها علشان يوقف المهزلة دي. لمدة شهر بحاله مراته يا عيني كانت كعب داير بتحاول تلاقي علاج لجوزها، ولما شافت إن جوزها بقى في حجم طفل رضيع عينيها كانت مليانة قلق وحيرة وخايفة عليه جدا. ومن خوفها عليه طردت القطة بتاعتهم بره البيت علشان ما تأذيهوش، وقالت لبنتها تدخل تذاكر في أوضتها. وأخيرا صرحته بالقرار الصعب اللي كانت بتفكر فيه بقالها فترة. هيعز عليها بس لازم تبيع البيت علشان تقدر تغطي تكاليف علاجه اللي بقت خرافية. لكن جيسون رفض الفكرة دي تماما مهما حصل. البيت وأوضته هما المكان الوحيد اللي بيحس فيه بذرة أمان. وكمان جيسون كان زهق وتعب من اللف في الساقية، فحوصات وتكرار نفس الكلام كل شوية، وقرر انه مش هيروح مستشفيات تاني ولا هياخد علاج. مراته انهارت من العياط وما قدرتش تستحمل ومسحت دموعها ومشيت وسابته وهي مقهورة. بس بعد الخناقة دي جيسون قعد مع نفسه وفكر في الموضوع برواقة. مادام المرض ده ملوش علاج يبقى يا أهلا بالمعارك، وقرر يستمتع بالوقت اللي فاضله. وعلى رأي اللي قال رب ضارة نافعة، كونه صغير ليه مميزات برضه، على الأقل يقدر يبقى بديل لعرايس اللعبة بتاعت بنته. بس يا فرحة ما تمت، ظهرت مشكلة جديدة. الأصوات العادية اللي كان متعود عليها زي صوت الكلام العادي بقت بالنسبة لودانه زي الانفجارات. ودانه ما بقتش مستحملة، ودلوقتي جيسون بقى عامل زي الحشرة الضعيفة حرفيا. وعلشان يثبت لنفسه إنه لسه ذكر ويقدر يتصرف جاب خطاف سنارة صيد وعمل بيه أداة علشان يتسلق بيها. لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. حصلت حادثة مفاجأة. صوت مواء القطة اللي كان مألوف سمعه جاي من وراه فجأة. القطة الأليفة الكيوت اتحولت في نظره لوحش عملاق مرعب. جيسون جسمه كله اتنفض من الرعب، ومن الخضة خطاف السنارة خربش بطنه وجرحه. بسرعة قلع هدومه اللي اتغرقت دم وبص وراه لقى القطة بتبل شفايفها وبتطلع لسانها وشكلها كده ناوية عليه وعايزة تفترسه. جيسون مسك إبرة خياطة كانت جنبه كأنها سيف وجري استخبى في الشق اللي تحت الدولاب، بس القطة ما سابتوش.
مدت مخلبها الطويل وبدأت تخربش عليه علشان تجيبه. جيسون من الخوف فضل يرجع لورا لحد ما فجأة الأرض انشقت وبلعته ووقع في البدروم الضلمة الكحل. من حسن حظه الأرضية تحت كانت مليانة مشمعات بلاستيك، فالوقعة كانت طرية شوية، داخ شوية بس جسمه ما اتكسرش. في الوقت ده مراته رجعت البيت وما لقيتهوش، دورت عليه في كل حتة زي المجنونة، ورغم ان جيسون كان بيصرخ وبينادي عليها بأعلى صوته من تحت، صوته كان طالع بالنسبة لها زي صوصوة حشرة واقفة بعيد ومش مسموعة. ولما شافت هدومه الغرقانة دم فوق، عقلها صور لها السيناريو المرعب، وهو ان القطة اكيد اقتحمت المكان وافترست جوزها وما سابتش منه غير الهدوم دي. لما شاف مراته وهي بتلم نفسها وماشية من البيت وهي في قمة الحزن والانهيار، في اللحظة دي جيسون وهو باصص عليها من تحت حس ان روحه بتتسحب منه، وان الموت اهون عليه من العجز اللي هو فيه. بوضعه وحجمه الحالي، السلالم اللي كانت زمان عادية بقت قدامه زي جبال عالية مستحيل يتسلقها ويطلع ورا مراته. لملم نفسه ودور لحد ما لقى حتة قماش قديمة لفها حوالين جسمه علشان يداري نفسه، وبدأ رحلة استكشاف جوه البدروم الكئيب. ورغم انه كان عارف ومتأكد انه اتحبس خلاص في المصيدة دي وملوش مخرج، بس اخد عهد على نفسه انه مش هيقعد حاطط ايده على خده يندب حظه ويستنى الموت ياخده، لازم يقاوم لآخر نفس. جيسون افتكر ان ماسورة خزان المية في البدروم كانت بتسرب وتنقط، وده كان طوق النجاة لمشكلة العطش، وكمان فرصة يغسل الجرح اللي في وسطه وينظفه. قضى ليلته دي سهران بيترعش من البرد في البدروم الكئيب ده، ولما طلع عليه النهار تاني يوم بدأ يصرخ وينادي بأعلى صوت يمكن حد يسمعه. وفي اللحظة دي استوعب الحقيقة المرة، حتى لو قدر يطلع السلم اللي بقى عامل زي سلم للسما من طوله، مش هيقدر أبدا يفتح باب البدروم التقيل. هنا جيسون قرر يشغل دماغه ويدور على طريقة تانية للهروب. لمح في ركن من الأركان نص صباع طباشير، فاستجمع كل قوته وكتب اسمه بخيط كبير عند أول درجة في السلم. قال لنفسه أكيد لو حد شاف علامة واضحة زي دي هيركز وياخد باله. وبعد ما خلص المهمة دي وطلعت عينه فيها، بدأ يدور على أي حاجة تتاكل. افتكر إنه من كام يوم كان ناصب مصيدة فيران في الزاوية، وأكيد حتة الجبنة والزبدة اللي عليها لسه ينفع يتاكلوا، واستخدم إبرة الخياطة علشان يهش النمل اللي اتلم على الجبنة. بس جيسون ما كانش متهور، ما أكلش منها على طول، لازم الأول يبطل مفعول المصيدة علشان ما تطبقش عليه وتموته. لقى مسمار حديد وضرب بيه الياي بتاع المصيدة بقوة علشان تقفل ويأمن شرها. ولما تأكد إن المصيدة خلاص قفلت وعطلت ومش هتشتغل، هجم على الجبنة بلهفة وبدأ ياكل. وهو بياكل بمزاج فجأة ظهر له عنكبوت من وراه. جيسون فضل يلوح بالإبرة الصلب في وشه علشان يخوفه ويبعده، وبما إن حجم جيسون كان لسه أكبر من العنكبوت شوية، العنكبوت خاف ورجع لورا. بس الموقف ده خلى جيسون يفوق لنفسه ويستوعب إن البدروم ده عبارة عن غابة مفترسة، تعابين وحشرات وفران ونمل، وأي حاجة فيهم ممكن تنهي حياته في لحظة. جيسون فضل يشتغل لحد ما خلاص جاب جاز وعرقه غرق جسمه. في الآخر قدر ينحت فتحة صغيرة في صندوق كرتون كان مركون للكتب، وحوله لغرفة نوم طوارئ يستخبى فيها، وجاب كتاب مقطوع سد بيه المدخل. وأخيرا قدر يغمض عينه وينام وهو مطمن شوية. الوقت كان بيعدي وهو مش دريان بحاجة، كل ما بطنه تقرص عليه من الجوع ياخد قطمة من الجبنة. وفي الفترة دي كان بيسمع خطوات ناس ماشية فوق الدور الأرضي، بس لسوء حظه محدش فكر ينزل البدروم تاني. الحزن كبس على قلبه وقال لنفسه لو محدش نجدني هموت هنا، يعني هموت. ده غير ان الجبنة قربت تخلص، والمصيبة الأكبر ان جسمه لسه عمال يكش ويصغر، مش عارف هيروح فين تاني. وعلشان يضمن انه يعيش فترة أطول، جيسون قرر ياخد هو المبادرة ويخلص على العنكبوت اللي كان حاطه في دماغه، خصوصا ان حجمه دلوقتي لسه يسمح بالمواجهة قبل ما يصغر أكتر من كده. بس العنكبوت طلع لئيم ومكار، لف وجاله من ظهره علشان يغدر بيه. جيسون اتفاجئ وركبه ثابت وراح واقع جوه حوض سمك كان موجود في المكان. ولحسن حظه ان السمكة الذهبية اللي في الحوض كانت بنت حلال وهادية وما فكرتوش طعم للأكل. جيسون خرج من الحوض بيزحف وجسمه مبلول ومكسر. المرة دي فكر في حيلة علشان يخلص من العنكبوت، استخدم غطاء ازازة علشان يشتت انتباهه، بس العنكبوت حواسه كانت قوية جدا، ساب الغطاء وهجم على جيسون نفسه بشراسة. وبعد جولات من الكر والفر، جيسون اكتشف بحسرة انه ما بقاش قد العنكبوت في القوة. فضل يدافع عن نفسه بالإبرة وهو بيرجع لورا لحد ما اتحشر في زاوية وما بقاش وراه مفر. في اللحظة الحاسمة لقى سلخة خشب مرمية على الأرض، مسكها وغرزها في جسم العنكبوت بكل غل وقوة. العنكبوت اتوجع ورجع لورا،
وقرر ينسحب ويختفي في الضلمة. ولما جيسون بدأ يشم نفسه شوية ويستعيد قوته، لقى شوية ورق متقطع ومسك عود كبريت كان طوله هو شخصيا، وفضل يجري رايح جاي علشان يحتك بالأرض لحد ما ولعه وعمل شعلة نار صغيرة. حس بدفى النار وحس بالأمان شوية، وقال أكيد العنكبوت مش هيجرؤ يقرب من النار. بس في عز الليل والوحدة دي ما قدرش يمنع نفسه من التفكير في بنته ووحشته ليها. وبيمر 20 يوم زي الهوا، ورغم ان جيسون كان بيعمل تمارين رياضية كل يوم، بس جسمه فضل يصغر بشكل مرعب ومش قادر يوقف. وفي يوم من الأيام باب البدروم اتفتح أخيرا. قلبه طار من الفرحة، بس اللي نزل ما كانش مراته ولا بنته، ده كان سمسار عقارات من المنطقة. جيسون حط ايده على ودانه من الألم. صوت خطوات الراجل كانت بالنسبة له زي الزلزال، ودانه مش مستحملة. ولما الراجل مشي والبدروم رجع ضلمة تاني، جيسون فهم اللي فيها. مراته خلاص بتبيع البيت ومش هتعتب البدروم ده تاني أبدا. فجأة سمع صوت زن جاي من وراه. دي ناموسة بتقرب منه. جيسون وقف مستعد للهجوم في أي لحظة، بس الناموسة لفت وخرجت من سلك الشباك. الموقف ده خلى اللمبة تنور في دماغه. هو دلوقتي حجمه بقى قريب من حجم الناموسة، يبقى ممكن هو كمان يقدر يخرج من فتحات السلك دي. بص لعسكري اللعبة اللي كان قدامه ولقاه بقى عملاق بالنسبة له، وعرف ان دي فرصته الوحيدة. أكل آخر حتة جبنة باقية وبدأ يتسلق على رجلين العفش كأنه بيطلع جبل. وفعلا طلع ان صغر الحجم ليه فوايد ساعات. بعد ما طلعت روحه وصل لسطح الترابيزة، بص من فوق لقى الأرض بعيدة جدا كأنها وادي سحيق. هز راسه علشان يطرد الخوف، وبنطة شجاعة نط جوه شق في الحيطة. يا فرحة ما تمت. بعد كام خطوة لقى شبكة عنكبوت سد الطريق قدامه. كان بيحاول يعدي من غير ما يلمسها، بس كتفه خبط في خيط غصب عنه. العنكبوت حس بالذبذبة وجاله جري. العرق البارد نزل على جبين جيسون وهو شايف الوحش العملاق ده بيقرب منه. فضل يرجع لورا بخوف، وقبل ما العنكبوت ينقض عليه، حشرة طايرة لبست في الشبكة بالغلط. العنكبوت ساب جيسون ولف فورا للحشرة. واضح انه بيفضل الفريسة اللي فيها لحم اكتر. بعد ما نجا من الموت بأعجوبة، جيسون أخد تنهيدة طويلة وجري على الشباك ما بيوقفش. بس المفاجأة إن جسمه كان لسه كبير شوية واتحشر ومش عارف يعدي من الفتحة السلك. لكن ما يقسش ولا استعجل. قال لنفسه بمعدل الانكماش اللي أنا فيه ده كلها وقت قصير وأعرف أعدي. وتاني يوم الصبح بدري صحي على وجع شديد. العنكبوت الرخم رجع تاني ومصمم عليه. جيسون لف بسرعة والمرة دي عصر نفسه ونجح انه يعدي من فتحة السلك للناحية التانية. العنكبوت وقف ورا السلك يبصله بحسرة انه ضيع الوجبة بتاعته، ومن غير ما يحس الليل ليل عليه. جيسون فضل ماشي لوحده وسط حشائش الجنينة اللي بقت بالنسبة له غابة استوائية. شاف فراشة ليلية عملاقة بترقص في الهواء وعينيه دمعت غصب عنه. هو صحيح عمل المستحيل وهرب من السجن، بس مراته وبنته خلاص نقلوا وراحوا مكان ما يعرفوش. وبحجمه وقوته الحالية دي، فكرة انه يلاقيهم تاني بقت مجرد اضغاث احلام. بس في حاجة واحدة كانت مطمنة قلبه، ان اكيد بنته في اللحظة دي بتبص لنفس السماء ونفس النجوم زيه بالظبط. جيسون حس بسلام نفسي وهدوء، لأنه أدرك إن في الكون الواسع ده، سواء كان عملاق أو بحجم نملة، هو وكل البشر مجرد كائنات صغيرة جدا. الفرق الوحيد هو الذكريات الحلوة اللي عاشها مع بنته، وكان عنده يقين إنه لو حافظ على جمال الذكريات دي جواه، حياته القصيرة والصغيرة دي هيكون ليها معنى وهتلمع بطريقة مختلفة. ودي نهاية الفيلم، ونتقابل في تلخيصة جديدة، وشكرا للمشاهدة.